السلام عليكم، إيه الأخبار؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. أنا بصور الفيديو ده بس محتاج أتكلم معاكم عن حاجة أنا بعملها عادة. بالنسبة للتو دو ليست بتاعتي، أو إزاي بنظم التاسكات بتاعتي أو المهام بتاعتي في اليوم. أنا ليا حوالي 3 سنين شغال مع نوشن. يعني نوشن بحاول أتراك عليه حاجات كتيرة جدا، التاسكات والعادات بتاعتي. لكن المشكلة مع نوشن أو أي أب، أي حاجة ديجيتال، المشكلة معاها إن أنا مفيش استمرارية عليها. مش بقدر استمر ان انا اتراك الحاجه هناك، او اللي هو افتح اصلا الاب واعمل تحديث للتاسكس هناك وللهابت وللكلام ده كله. فالحل اللي لجأت له مؤخرا، كنت بسويتش كتير ما بينه وما بين نوشن، اللي هو اللي انت يكون معاك تو دو ليست اصلا، يعني اللي هو ايه، ورقه وقلم. فكل اللي انت محتاجه اي نوت باد شبه دي، او اي ورقه وقلم عندك تكتب عليها التاسكات بتاعتك. ده هيساعدك ان انت تكون اصلا الحاجه موجوده قدامك، الورقه موجوده قدامك، فتكون شايف التاسكات اللي عليك، تكون شايف الحاجات اللي المفروض تعملها. غير اللي انت تكون الحاجه اصلا ديجيتال، فانت لسه هتفتح الاب. لسه لو هو على اللابتوب هتفتح اللابتوب، هتفتح الاب، تروح للصفحه المعينه اللي فيها التاسكات او اللي فيها الحاجات اللي انت عايز تحدثها. فده بحسه ستيبس كتير، وبتكون عائق قدامي اللي هو امشي في البروسيس دي. لكن لما بيكون النوت باد دي مثلا، انا حاطط التاسكات قدامي، الايتمز كلها قدامي، فده بيساعدني ان انا اكون شايف ايه اللي عليا، وابقى شايف انا شغال على ايه، ايه اللي خلصته، ايه اللي عليا تاني. فعامة انا مثلا بحب اكتب التاسكات بتاعتي في نهاية اليوم قبل ما انام مثلا. فده بيساعدني اللي هو انا اصحى الاقي التاسكات، الاقي انا المفروض اشتغل عليه، غير لو صحيت من النوم والتو دو ليست مش جاهزة، فلسه هعصر بقى دماغي واشوف انا المفروض اشتغل على ايه النهارده والكلام ده كله. فده بيكون اصعب من اللي هو انت تكون مجهز التو دو ليست قبل ما تنام، فبيكون سهل جدا ويخلي الموضوع فعال اكتر من اللي انت تكون لسه هتكتبها اول ما تصحى. ده بيخليك على طول تبدا اليوم بانتاجيه، اللي هو انت صاحي، انت عارف انت وراك ايه، انت مجهزه من امبارح، فهتبدا شغل على طول. غير طبعا زي ما قلت ان انت لسه هتكتبها. برضو في حاجة معينة وانت بتكتب التاسك بتاعتك مثلا في اي مكان على الورقة والقلم، او في اي مكان انت بتتراك عليه التاسكات بتاعتك. لو في تاسكية معينة انت مثلا قلت هتعملها النهاردة، خلص اليوم ما عملتهاش، رحت زقيقة لليوم اللي بعده، خلص اليوم ما عملتهاش، زقيتها للي بعده، خلص اليوم ما عملتهاش. يعني انا بعمل ايه في الحالة ديت؟ انا بمسح التاسك خالص، مش هتتعمل التاسك دي، يبقى هي ملهاش لازمة، او انت حاسس اللي هي مهمه ليك، لكن انت عمال بتخلص اليوم بتاعك لكن ما بتعملهاش. فخلاص ارمي التاسك ديت على جنب، ما تقعدش تزقها، لان هتلاقي الليسته بتاعتك لسه موجود فيها التاسك وانت ما بتعملهاش. فغالبا 80% مش هتعمل التاسك دي، مش هتتعمل، غير لو انت بقى حطيت النية في يوم من الايام اللي هو خلاص يعني لازما خلص التاسك دي. لكن مثلا ممكن تحطها في ورقة تانية او في لستة تانية، تكون دي التاسكات اللي انت مش عارف تبدأها اصلا. لكن الليسته اليوميه حاول تكون فيها حاجات انت فعلا هتعملها، ولو هي تاسكات جايه من امبارح او من اول امبارح، فحاول تشوف هي التاسك ديت موجوده ليها كام يوم وانت اصلا ما بداتهاش. فلو ليها ايام زياده 3 ايام مثلا، فانصحك اللي هو شيلها من الليسته خالص، لانها مش هتتعمل. فبس انا بحب استعمل الورقه والقلم في اللي هو اكتب الليسته بتاعتي والتو دو ليست بتاعتي، وبرضه بستعملها في النوتس في الوقت لو انا في ميتنج او حاجه شبه كده، فبتكون سريعه. غير اللي هو انا هفتح نوشن او هفتح اي اب انا بستعمله ولسه هكتب الحاجه ديجيتال. لكن لما بتكون ماسك الورقه والقلم على طول، الموضوع بيكون سهل ان انت بتكتب النوتس حتى، وبعد كده تحولها لاكشن ايتمز في الليسته بتاعتك بتاعت بكره او ايا كان اليوم اللي هتشتغل فيه. فده بيخليني انا شايف التاسك قدامي، فبقدر اشتغل عليها على طول، على عكس نوشن انا لسه عايز افتح الاب علشان اشوف التاسكات اللي عليا وابدا اشتغل عليها، واقعد كل شويه اروح للاب وارجع له. بصراحه هو نوشن يعني لطيف في حته اللي انت بتتراك مثلا في هابتس انت بتتراكها، اللي هو بتعمل مثلا داتابيز بالايام، وبتبقى عباره عن تشيك بوكس، كل كولوم كده تشيك بوكس لعاده معينه، فاليوم فلاني انت عملت العاده دي ودي ودي وهكذا. فده بيبقى حلو اللي هو تراك، فزي بيبقى عندك ارشيف تقدر ترجع له. لكن التاسكات اليوميه انا بفضل الورقه والقلم. آه وبس، يعني ده كل اللي كنت محتاج اقوله النهارده في الفيديو ده، فيديو سريع على طول كده، قلت السلام عليكم، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين واشارك معاكم الشيء ده. فبس احب تكتبوا لي في التعليقات الحاجات اللي انتوا بتعملوها، اللي انتوا بتقدروا تتراكوا بيها التاسكات بتاعكم والعادات بتاعكم، بتعملوها ازاي، لان برضو حابب اعرف منكم انتوا بتعملوا ايه بالظبط. فده ممكن نتبنى موضوع معين ونجربه.
فالله المستعان. أشوفكم بعدين. السلام عليكم.